حي على الفلاح. حي على الفلاح. الله أكبر الله أكبر. لا إله إلا الله. ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ به من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهد الله فهو المهتدي ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير وإليه المصير. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وحبيبه، الرحمة المهداة والنعمة المزداة والسراج المنير. بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وكشف الله به الغمة. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه ومن صار على نهجه وتبع سنته إلى يوم الدين. أما بعد، إخوة الإسلام والإيمان ضيوف الرحمن، الحق تبارك وتعالى يبين لنا في كتابه الحكيم: استغفروا ربكم إنه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا ويمددكم بأموال وبنين ويجعل لكم أنهارا. وأيضا قال الحق تبارك وتعالى: لو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض. أي أن العطاء الرباني مرتبط في حالة الذنوب بالاستغفار، وفي حالة عدم الذنوب بالتقوى، أن يرتفع الإيمان إلى تقوى الله سبحانه وتعالى. فماذا يمدد الله سبحانه وتعالى؟ يمددكم بأموال وبنين. تتكاثر الأموال نتيجة الثمرات وما يستخرج من البحر وما يستخرج من المعادن النفيسة من الأرض، فتتكاثر الأموال وتزيد الثروات. ولكن في هذه الأموال حق معلوم للسائل والمحروم. أيضا يفتح بالخير فيكون هناك الزواج مبكرا فينعم بالبنين والبنات عطاء من الله سبحانه وتعالى. بل ويأتي لهم الماء رغدا هينا بواسطة الأنهار، أن يكون متوافرا في أوقات كثيرة من العام.
أحيانا يأتي الخير من المطر، ولكن عندما يتوب البشر يكون العطاء أكثر أنهارا. واليوم نحن في حاجة إلى هذه الأموال وهذه الأنهار، وأن يبارك الله في البنين والبنات ويتحولوا إلى طاقة عمل عظيمة تأتي بالخير الوفير. فماذا نحن فيه اليوم؟ أكثر من 1,000,000 شخص يعيشون في العشوائيات في مختلف المناطق. أكثر من 850,000 شخص يعيشون في المقابر. آلاف من الأولاد يعيشون في الشوارع، وهم ما يسموا بأولاد الشوارع. هؤلاء البشر تراكمت عليهم السنين، وأصبحت هناك خطورة على حياتهم. في بعض المناطق يسكنون تحت الجبل، ينهار عليهم الجبل فيدفنون تحته. وفي أماكن أخرى ليس بها صرف صحي، يعانون من الأمراض، كما لا يستطيعون أن يتعلموا فيصابوا بالجهل، ولا يجدون وظائف فيتحولون للإجرام. كل هؤلاء لهم حق الرعاية. لقد نسوا لسنوات طويلة من الخدمات: مسكن، مدرسة، وحدة صحية، صرف صحي، كهرباء ومياه نقية. حرموا من كل هذا فأصبحوا في الحضيض، واليوم أصبحوا فيه خطورة منهم على المجتمع. فكيف نستطيع أن نأخذ بيد هؤلاء ونقلهم إلى أماكن آمنة ومسكن صحي مناسب وعمل شريف يتكسبوا منه يحفظ لهم كرامتهم؟ لن يتأتى هذا إلا بتعاون الأغنياء والمفكرين والفنيين من أصحاب الخبرات. يستطيعون أن يفكروا ويدبروا الأموال التي تنقذ هؤلاء البشر مما هم فيه. وهذا دور الرئيس القادم، فعليه حمل ثقيل يواجه سنوات طويلة من الذل والقهر والاستعباد والنسيان للمجتمع. يريد أن يصعد بهذا المجتمع سلم الحضارة، ولن يأتي ذلك إلا بتوفير قدر كبير من الأموال. ولا بد أن يكون هناك فكر جديد واستخدام رشيد
للأموال لا تذهب إلى جيوب المنفذين أو المقاولين أو تجار المواد في البناء والكهرباء وغيرها من المواد التي تلزم للبناء وخلق فرص عمل جديدة. لابد من وجود خطة محكمة في وقت زمني لانتشال كل هؤلاء مما هم فيه، وهذا واجب على كل مسلم أن يكون في عون أخيه، فالله في عون العبد ما دام العبد في عون أخيه. وأيضا يقول لنا تعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان، وهذا بر لهؤلاء الذين ظلموا طوال سنوات طويلة من القهر والاستعباد. فما على المجتمع إلا أن ينظر إلى هؤلاء ويتدبر في الوسائل التي تستطيع أن تقيلهم من هذه العثرة. وهناك وسائل كثيرة، فعندنا مصادر للأموال تستطيع أن تساهم في هذا، ومنها أموال الزكاة والصدقات والتبرعات والهبات. من الذين يملكون أيضا الفكر، من الذين أعطاهم الله سبحانه وتعالى العقل، فبعضهم يقترح حصر هذه المناطق العشوائية ومعرفة مساحتها وبيع نصف ما فيها للمستثمرين، والنصف الآخر يقام عليه مباني بارتفاع كبير تكون ملاذا لهؤلاء، أي أن التكلفة تأتي من نفس بيع جزء من هذه الأرض، أي لا تتحمل الدولة أو الأفراد أي شيء، ولكن يكون هناك تنظيم وتخطيط وعمل. أيضا لدينا موارد استغلالها لم يكن بالاستغلال الأمثل، مثل قناة السويس والتي تدر 5.2 مليار دولار سنويا، بالتحسينات وإنشاء مرافق على المجرى الملاحي لخدمة السفن وخدمة العابرين، يستطيع أن يتضاعف الدخل هذا إلى 10 مليارات و4، بل ويتضاعف أكثر سنويا بخدمة صيانة السفن وتزويدها بالوقود والطعام والآلات وما تحتاجه خلال مرورها من قناة السويس، حيث يمر 10% من تجارة العالم من هذا الشريان البحري. فما علينا إلا أن نفكر في الاستفادة من هذا العطاء الرباني، أن يوفر لنا جغرافيا تستطيع أن تدر علينا أموالا. أيضا في سيناء
لابد من استغلال الموارد في سيناء. فهناك الرمال التي تنتج الزجاج، والرمال التي تنتج السيراميك، والمعادن، والبترول، والغاز، كما بها مساحات شاسعة من الأرض الزراعية تحتاج إلى مياه جوفية أو تنظيم مياه الأمطار وحفظها في سدود صناعية على مصبات الجبال تبقى طوال العام لري منها مساحات كبيرة من الأرض الزراعية. كما يمكن أيضا استغلال الصندرة المائية التي تمر تحت قناة السويس بفرع من النيل إلى سيناء، حيث يمكنها زراعة آلاف الأبدنة ومئات أو آلاف من الأشجار والنخيل في هذه المنطقة، وتعميرها وزيادة الكثافة السكانية فيها حفاظا على الأمن القومي المصري وزيادة للدخل القومي. أي أن هناك مشروعات عظيمة في بلادنا تحتاج أن نفكر كما علمنا الإسلام، أن نفكر لوجه الله وليس لمصلحة شخص يفكر ويجهد نفسه كي يحصل على الأموال ويكنزها في الخارج أو يتمتع بها في اللهو واللعب وغيره من الإنفاق، ولكن نريد من يتقي الله فيما تحت يده من مال. ليس أنه يعمل في بنك فيحصل على 1,000,000 جنيه شهريا. لماذا؟ ماذا يفعل أكثر ممن يعملون في المناجم أو الصيد أو الرعي أو الزراعة أو الصناعة أو غيرها من المهن؟